أيها السادة، حدش فيكم تصور إن عبد الوهاب ممكن ينادي على الجميز زي البياعين اللي بيسرحوا بيه؟ حدش فيكم حلم بإنه يسمع عبد الوهاب وهو بينشد في حلقة ذكر؟ حدش فيكم سمع عبد الوهاب بيردد أغاني سيد درويش؟ طيب إيه رأيكم؟ مجلة الهوى هتقدم لكم دلوقتي عبد الوهاب وهو بيقول الحاجات دي كلها. أدي أول ريبورتاج إذاعي من نوعه تنفرد به مجلة الهواء. هيقدمه لكم دلوقتي الزميل كمال الطويل المحرر الفني بالمجلة. يا أستاذ عبد الوهاب، المعروف إنك نشأت نشأة دينية. يا ترى ما تذكرش لحن من ألحان الذكر اللي كنتم بتنشدوه؟ صحيح، أنا نشأت نشأة دينية، وكان ده في الجامع الشعراني اللي هو جدي الأكبر اللي موجود في باب الشعرية الآن. وكنا بنذكر، وكنا كمان بنغني أدوار العادية دي بنغنيها على الذكر، وكانوا الناس الموجودين يتخذوا من كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة زي ما يكون رتم واحدة، يعني عشان طبعا الذكر ما بيخشش فيه آلات ولا طبلة. أيوة. فأذكر حاجات ابتهالات يعني تتقال على الحال، بس دي عاوزة بقى ناس يقولوا الله الله الله. فإذا كنتوا عندكم استعداد. لا، عندنا الاستعداد ده. تعرفوا يعني تقولوا لا؟ طيب نحاول. تقولوا كده مثلا الله الله الله. ايوه كده. الله 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 الله. غثنا أدركنا يا مناعي. الله الله الله. أغثنا أدركنا مناعيني. الله. كويس والله، تردوا كويس. الله الله الله. أغثنا أدركنا يا مناعيني. الله. أفتكر كفاية يعني عشان تاخدوا فكرة عن شيء من هذا يعني. انت طبعا في اول عهدك بالغناء تأثرت بالشيخ سيد درويش، واكيد غنيت له حاجة. نقدر نسمع منك دلوقتي بعض ألحانه؟ مفيش مانع اقول لكم حاجة منه. طبعا الشيخ سيد درويش معروف بانه كان بيلحن حاجات على النمط القديم، يعني حاجة كلاسيك زي الادوار مثلا، وبعدين تطور الى الروايات اللي هو الاشياء اللي كان فيها بقى فكر وجهد اخر يعني. ايوه. فيصح اقول لك حاجة برضو من الادوار اللي هي بقى كانت بتتلحن زي الحاجات القديمة يعني حاجة بسيطة كده تديك فكرة. طيب. هو الدور انا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول، يعني ده الكلام. انا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول. وانتهيت وليه بقى لوم العذور. يحب اني اقول هريت الحب ده عني زول.
فيها الجروح ارتضيت، خلي بقى اللي يقول، اللي يقول. دي حاجة جميلة أوي. الدور تاني ايه اللي من الرواية؟ هو كان عمله في رواية اسمها الباروكة، وبكل أسف إن اللحن ده ما قالوش إلا مرة واحدة، لأنه الجمهور ما قدرش يتجاوب مع الشيخ سيد فيه ولا غنهوش. لكن أنا بعتقد إنه لحن مهم جدا، لأنه مع الزمن اللي فات مدة كبيرة يمكن 30 سنة، مع ذلك بحس بإنه كأنه ملحنه في العصر اللي احنا عايشين فيه، ويمكن أكتر كمان شوية. أنا مش حافظ الكلام، فهقول كلام يمكن يكون كلام فارغ. في كلام من أصل الرواية، هو أوله كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، وفي يعني أهو هقول، لكن اللحن يمكن تقدر تتبينه. طب ناخد فكرة عن اللحن. كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، جرح ضرب له نحس البوب مد للراس، ضرب نفير في نار السعير، ابو مين يطير جايلهم عليه يشوفوا ايه، وبين ايديه وقفهم كده كان من عينهم يا ساتر بيدق شرار، جرح ضربهم بأوامر من حرق النار، نزلوا على الأرض جماعة ملوا الهوا كله في ساعة، سموم حسدهم للداع واخدها من عين الشيطان، جه ربنا اشتر منهم بعد ملايكة تجننهم، هبطوا من الجنة في ايدهم رحمة ولو رحمة وفران، فقراء هي تغنينا، فقراء هي تغنينا، اللي مراته شردوحة بتغجر ولا لحوحة وعاوز يتخلص منها بالعافية تبعدوا عنها، دي رواية أزلية ورواية أزلية، واخدها من اخويا واخدها من اخويا، شوف بختك في مراتك زي اختك وحماتك، قلت لهم عملوها قلت لهم عملوها، ملناش ابدا غير باروكتنا هي حيلتنا. ده حاجة جميلة قوي يا استاذ عبد الوهاب والله. سؤال اخير يا استاذ عبد الوهاب، انت عارف اننا شعب طروب لدرجة ان البياع في الشارع بيغني وهو بينادي، ما لفتش نظرك نداء لبياع فيه جمال؟ لفت نظري طبعا، لان كل البياعين زي انت ما قلت عندنا موسيقيين الحقيقة، لان الشعب نفسه شعب ارتست وفنان ويحب الفن. فانا اتذكر وانا لما كنت في الحارة كنت بسمع واحد بتاع جميز، وما اعرفش هل انا يعني حفظت النداء ده لان انا احب الجميز، ولا لان النداء كويس فحببني في الجميز. يعني اهو السلام احسبها زي ما تحسبها، اهو ده اللي حصل يعني. فاقدر برضه اقول لك حاجة. ولا تين ولا تين ولا تين ولا عنب، يا جميز بنكلى الوزن عنب، يا جميز بنكلى الوزن عنب. الله، لا تاني والله يا استاذ عبد الوهاب، اسمعوا تاني. ولا تين ولا تين ولا تين ولا عنب، يا جميز بنكلى الوزن عنب، يا جميز بنكلى الوزن عنب. طيب يا استاذ عبد الوهاب، احنا متشكرين جدا، وارجو ان يكون حضرات المستمعين قد تمتعوا معنا بهذه الجلسة الطيبة مع الأستاذ عبد الوهاب.